باش لەگەڵتانی لە بۆ شیکردنەوەی ئەم بابەتە کە بریتە لە وانەی دووەم لە وەحدەی پێنجەم لە ئەدەبی عەباسی. وانەی دووەم بریتە لە القراءة والتحليل والنقد صاحب الناس قصيدة حكمية أو شعري متنبية. مدخل إلى النص. الحكمة قول مأثور موجز يخرج معناه من المحدودية إلى اللامحدودية، ومن الجزئية والفردية إلى الشمولية الإنسانية، ومن المكانية والزمانية المحدودتين إلى المطلق الثابت الخارج على تغيرات الزمان والمكان. لركانا بناسجي حكمة كردية. حكمة بريتيلا سر قول مأثور موجز بريتيلا تن وشيء كرد معناكي لمحدودية واتن السنورداري لبو بسنورداري درواتن وهروها لجزئيات لبو فرديات. اسدين باسي لكن شيء لكن هو بيناسي المحدودية تمام رايقنا مقدمة بباش نبو بس هو دوار بردام استزال بردام دوار لكن يكسل محدودية. المحدودية انطباق الكلام على زمان محدد وأحيانا على مكان محدد. محدوديات معناها أول زي بذكرني والشكان لسكاتي شي دياري كراو وهروها لسر شوينشي دياري كراو. بلام لا محدوديات بريتيلة عدم تقيد الكلام بزمان ومكان محددين، يعني بيوزن كرني والشكان بكاتيكو شوينشي دياري كراو. الجزئية معناها انطباق الكلام على شخص واحد زي بذكرني والشكان لسر كسي. الشمولية انطباق الكلام على جميع الناس، بلام شمولية واتا زي بذكرني والشكان لسرهم خلشي. ما هدف الحكمة؟ آمان سير الحكمة واتا آمان سير الدانائي تهدف إلى إرشاد الناس وهدايتهم. آمان سير الحكمة أول بريتيلا ريماي كرني خلشي وريبشانداني خلشي. أين نظم المتنبي قصيدته صاحب الناس؟ آية متنبي أو شعري لشين دردانا شعري صاحب الناس. نظم المتنبي قصيدته صاحب الناس وهو في مصر، أي بعد أن نضج واختبر الحياة. أو شعري لشين دردانا أو شعري لشين درهونيوا لمصر دواي أويكا بيجيشتو هروها أسمونيشي تواويشي لشيان بيداكا. وهو عادة ينثر حكمه هنا وهناك في قصائده المدحية والهجائية والفخرية والرثائية والوصفية. عادة كتمشاي شعركاني متنبي بكين لناو شعركاني أبياتي تدايك أبياتكاني هم حكمة ودانائية واتلا شعركاني مديح وهجاء وفخر ورثاء وأبابتنا، يعني لقلوانيش باسي سيكرديا باسي حكمة كرديا. بلام إلا أن هذه القصيدة حكمية بكاملها، بلام أو شعر بكامل بريتيلا حكمة. سؤال: جاء حكم المتنبي نتيجة أي شيء؟ آية حكمة متنبي داناي متنبي لأنزام سوى بيدابوا. يكم بعض حكم المتنبي نتيجة عمل ذهني تأملي، يعني هندق لداناي كاني متنبي لأنزامي سبوا أنزامي بيركدنوو رامانو أو بابتانبوا كتوانيتي دانايتي ذهبيتن خالد دوام. وبعضها الآخر نتيجة تجارب مر بها هو أو سواه ممن يعرفه معرفة عميقة. هروها لأنزامي أو أزموني كبخوي بيدارو اشتي أخذ أزموني خلقاني دي كيديتيا توانيتي بيتكسيشي دانا. دين سر نصكي دين سر شعركي. صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان، وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ومراد النفوس أصغر من أن نتعاد فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقي لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. ما نيوشكان كلو بيت شعري هاتيا. صحب رافق لازم يعني هولايتي كرديا. عناه أهمه يعني جرينجي بيدا. تولوا ذهبوا يعني بشتي تيكل. ريب الدهر حوادثه ومصائبه، يعني ناخوش كانوا أستنقكاني جيان. القناة عود الرمح، يعني أو داريك
تير لسر قيم ذكريتن يعني الرمي لسر قيم ذكري. السنان نصل الرمح يعني سر الرمح. نتفانى يفني بعضنا بعضا يعني يكتري لنا ودبين. المنية الموت واتمردن. الكالح العابس وتروغرش. الهوان الذل يعني زليلي وزبوني وسرشوري. دين سر جهنمي متنبي كليرة باسي كرديا لصالي 915 ميلادي لدايك و 965 ميلادي كوسيدواي كرديا. سؤال: من هو أكبر شعراء العرب وأعظمهم على الإطلاق؟ ما اسمه وما كنيته وما لقبه؟ قبرترين شاعري عرب شيء وبلسترين يعني شيء ناو ناز ناو لقبك شيء. المتنبي ناوي متنبي اسمه أحمد ناوي أحمد كنيته أبو الطيب ولقبه المتنبي. أين ولد المتنبي؟ المتنبي لشي لدايك هو ولد في الكوفة من أبوين فقيرين يعني الكوفة لدايك بابشي هجار وكان يختلف إلى الكتاب أي شبه مدرسة يتلقى فيها مبادئ القراءة والكتابة ويتردد على دكاكين الوراقين باعة الكتب ليطالع ما فيها. قطمان متنبي لدايك بابشي هجار لدايك هاتو سوي كتابەکانی کردێواتە ئەو شوێنانەی کە وەکو قوتابخانەی ئێستاکە بووە لەوێ فێری بنچینەکانی خوێندن و خوێندنەوە بووە هەروەها سەردانی دوکانەکانی وەڕاقینی کردیە کە ئەوانی کتێب فرۆش بوون مطالعەی کتێبی کردیە لەوێندەر. أين استقر المتنبي ولمدة كم سنة؟ آية متنبي لشين اشتزيبوا وما ويتندش. استقر في بلاد سيف الدولة الحمداني في حلب نحو 9 سنوات ونصف سنة. نوصلني ولا حلب نشتزيبوا لا بلاد سيف دولة حمداني كأو شويني سيف دولة حمداني له حكم ذكر. فعجب الأمير بمدحه إياه وأنعم عليه بعطاءات كثيرة ما أثار حسد أهل الفكر والشعر في بلاد أمير حلب فعملوا على الإيقاع به. لويندر زور أمير حلب زور قريجي بيدا وإلى هذا كأوقات كان لويندر بون أو أديماني كلويندر بون حسادتي في بردو بلان نشان لبودانا وبو بلان كان سري قرتو شكستيان با متنبهنا إلا أن سيف الدولة الذي بدأ يتضايق من فخر المتنبي بنفسه واستعلائه على الآخرين قد مال إليهم فغادر المتنبي بلاطه له المتنبي وازل ويندر هنا ويندر بزيهشت كحلبي بزيهشت. لماذا غادر الشاعر بلاط سيف الدولة الحمداني؟ وسؤاله: فغادر المتنبي بلاطه سيف الدولة من حلب متوجها إلى مصر ملبيا دعوة حاكمها كافور الإخشيدي وقد طلب منه تحقيق حلمه بإمارة يتولاها فوعده كافور لكنه أخلف بوعده. وقد آلم المتنبي أن يمتدح كافورا العبد المحتال الذي وصل إلى الملك بعد أن اغتال سيده ما جعله يرحل هاربا من مصر. لأنه كان دوايوي كافور إخشيدي لمصر حاكم بو لويندر زاني كمتنبي شيء دروس بو لغير شيء كدروس بو لو داوي لكرد بسيت داوي وهروها وعدي او بي دا كاماراتي شي بداتي بلام كبخوشي حزي ليبو او اماراتي بدس بقينيتن او توزقوا ارتباط دروس بلوي بقرينه انقاو كيف قرينه دستك ولا زي روزي خذ ما وصل. لماذا غادر المشاعر بالهذا؟ يبدو هنقاو بقرينه دستك كويس. طبعا. برسيال: لماذا غادر الشاعر بلاد سيف الدولة الحمداني؟ لبرسه متنبي حلبي بزيهشت. لبرأوي بزيهشت لوتمان حاكمي مصر كافوري إخشيدي داوالي كرد بسيت داوي وهروها وعدي أوي بيبدا كأماراتي شبداته. بلا مبو كافور خلافي كل وعدك يخويك وعدي بيدابو بتواني ولايات شبه بداتن بلام نيدايه. وقد آلم المتنبي أن يمتدح كافورا العبد المحتال الذي وصل إلى الملك بعد أن اغتال سيده ما جعله يرحل هاربا من مصر. بلام متنبي نيتواني مدحي كافوري بكاتن لبرأوي كافور أو عبدا في البازبو كبوشيوي جيشت ملكو دا الصلاة دوائي سروككي خويلنا وبردو تواني بسيطة زي قايبي. وإلي هاد كمتنبي مصر بزيبي لتنو راب كان مصر. أين وكيف مات المتنبي؟ استدين باسي وفاة مردني متنبي دكين. عندما هرب من مصر وعاد إلى الكوفة ثم إلى بلاد الفارس وفي طريق العودة من فارس إلى الكوفة بصحبة 6 رجال بينهم ابنه الوحيد
اعترضه كمين من 20 رجلا على رأسهم فاتك الأسد الذي كان المتنبي قد هجا أخته وابنها فقاتل المتنبي حتى قتل. دوای ئەوەی متنبی لە مصر ڕای کرد گەڕاوە لە بۆ کوفە لە پاشان چۆ بلادی فارس لە گەڕانەوەی لە بلادی فارس لە بۆ کوفەی دووبارە 6 کەسی لەگەردا بوو 6 پیاوی لەگەردا بوو لە نێوان ئەو پیاوانە تاکە کوڕێکی لەگەردا بوو کە بەس ئەو کوڕی هەبوو. اعترضه كمين من 20 رجلا كمينش لە بۆ دانراوە لە 20 پیاوان پێکات بوو فاتکی ئەسدی سەرۆکایەتی دەکردن لەبەر ئەوەی متنبی جوێنی بە خوشتی دابوو هەروها بە کوڕە خوشکەکەی دابوو فقاتل المتنبي حتى قتل. متنبيش لقرمان بشر هاتو دعاء متنبي كشرا. من قتل المتنبي لماذا قتله؟ فاتك الأسدي قتمان متنبي كشتو هروها لبر أول شيء وكان كشي أوبو لأنه هجا أخته وابنها لبر يجويني بخشككي وبكركي دابو. إيسدين دراسين الصكيدكين شكرنوين الصكيد. أولا معجم النص ودلالاته. أختار الكلمات الأساس في النص ثم أعلل اختياري. وشاء أساسي كان ناو نص شعري كي دين هضب شيرين وهروها هوكاري ثم أعلل اختياري باش هوكاري تيك أما وشان هضب شيرين لأنه شيء أساسي وسرجل ناو نص كي. الكلمات الأساس في النص هي الناس ودخل شيء الزمان كاد أعانه يعني متيدا مراد النفوس الهوان شجعان هوكاري تي أو شان كلمة أساسينا يعني شيء أساسنا وتعليل ذلك أن معظم معاني القصيدة تتمحور حول هذه الكلمات لبأوز هموي معناكاني أو شعري هموي دسوريته ودرباري أو شانه. أشرح كلمة مراد بالاستناد إلى صيغتها الصرفية. أما لا ورزي كم خيندمان اسم مفعول ما خين قلت مان اسم مفعول أقل هاتو فعلك من هبو غير ثلاثي بو كاتي كديكين اسم مفعول قلت ما صيغة كبوشي ويدبي ديكينا سر صيغي مضارع وهروها مضارع مبني للمجهول حرف مضارع كي ديكينا ميمشي مضموم وما قبل الأخير دبي مفتوح بيتن ليه كان وشي مراد سي اسم مفعولة لفعل سوى الجلاية لفعل أراد والجلاية معناه كشي أويك أوي إنسان ديوي مراد أويك ما يريده الإنسان. ثالثا أحدد من خلال الأبيات الأربعة الأول موقف الشاعر من الزمان ومن الإنسان. لا تار بيتي يكام تدياري دكين هل ويستي شاعر لكاد لزمان وهروها لإنسانش شاعر موقف شيء هل ويستي شيء برام بروانا. يرى الشاعر أن الزمان يحول دون تحقيق الناس معظم أهدافهم فيموتون وفي أنفسهم غصة منه. شاعر لبيتي يكم دوام وهذا بينيتن كزمان ولا إنسان دكاتن يحول دون تحقيق الناس معظم أهدافهم فيموتون وفي أنفسهم غصة منه. يعني لزمان إنسان زورشتي هي ديوزي بزيب كاتن زورشتي ديوي بدستي بينيتن بلام ناتواني هتاوكو دجمريتن أو إنسانا ناتواني صد لصدش دكاني خوي بزيب جينيتن بلكو يشو آزارك نفسي هذا من يتوه. وإذا أحسن الصنيع إليهم فلا يلبث أن يكدر هذا الإحسان. زور زاروية وإذا أحسن الصنيع إليهم تاكان لقال كيف فلا يلبث أن يكدر هذا الإحسان. يعني زاروية الزمان تاكل لقردكاتن تاكل لبوديتن ولام خلكاني دي كهيا وكل بيت سيم بازكاتن خلكاني دي كهيا أو تاكو أو باشي أو خوشيت لي تيكدكن للدلدكن. أما الإنسان فلا يكتفي بمصائب الزمان بل يساعد الدهر على أخيه الإنسان حتى يزيده قهرا. بلام إنسان بويلا مروفكان ناقريتن ناخوشي بسرديتن بلكو دي ناخوشي لسر زياتر دكاتن. خالي تعالى في أي بيت عبر الشاعر عن استغلال الإنسان خيرات الطبيعة لصنع الأسلحة الفتاكة. وما موقف الشاعر في البيت اللاحق من هذا الأمر؟ لكام بيت شاعر باسي أما لو دكاتن كمروفكان استغلالي أو خير بيراتاني لكن كالسلوش لبو إنساني دروس كرايا بلام مروفكان استغلالي لكن لبو تيبك لبو دروس كردني تشي كشر بكاري دينن. وما موقف الشاعر في البيت اللاحق من هذا الأمر؟ هلويستي شاعر سياب أجيب مبرزا نزعة الشاعر الإنسانية الرفيعة. في البيت الخامس لبيت بينزم شاعر دريت كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا الذي يعني أن الزمان يعطينا العود الخشبي فلا نستخدمه لخيرنا بل لشرنا إذ نركب فيه سنانا صالحا للطعن
وفي البيت اللاحق يرفض الشاعر هذا الأمر، الذي يعني أن الزمان يعطينا العود الخشبي. زمان سمان داتي دارك ما داتي دارشي بلام أمل أبو خير بكاري ناين أو دارا بلكو دين سرى رمشي لسري قيم دكين إذ نركب فيه سنانا صالحا للطعن تاوكو بين خرشي كبدين أو معناه أو دقينيت. لبيت الششام يرفض الشاعر هذا الأمر، بلام شاعر كبري أو شتي رفض زكاته، ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، إذ يرى أن الأهداف التي نريد تحقيقها من الاقتتال لا تستحق إفناء الآخر. وفي هذا الكلام نزعة إنسانية سامية ودعوة إلى السلام. أجر مشابكين أو بيتا باسي استكاتن بانجوازي لبو آشتي دكاتن، معناه أويه كإنسان كتزن دكا لبو أويني كيكتري لنا وباتن. والكل يركان شاعر باسي بابتشي إنساني وبابتشي برز دكاتن كبانجوازي كتنا لبو آشتي. خالي بينزام ما القيمتان الإنسانيتان اللتان عبر عنهما الشاعر في الأبيات الثلاث الأخيرة؟ لسي بيتي أخيري باسي تن قيمة شدكات تن بهاي شدكات. وهل تتعارضان؟ ودعوته السابقة إلى السلام أعلل جواب آية أو سي بيتا، يعني بهاي أو سي بيتي أو قيمانا آية دجو بيتواني آشتينا باسي استكاتن. القيمتان هما الكرامة والشجاعة، باسي كرامته باسي شجاعة دكاتن آزايتي دكاتن. لا أظن هاتين القيمتين تتعارضان ودعوة الشاعر السابقة إلى السلام، يعني بيتواني آشتينين أو دو قيمة كرامة وشجاعة. الذي يدعو إليه لا يعني القبول بالذل بدافع الجبن، هروها معنى أوجنا قينيتك كإنسان سرشوري وزبوني قبول بكاتن. فالكرامة هي وحدها القيمة الإنسانية التي تتطلب منا الشجاعة للمحافظة عليها. النقطة الخامسة: ما القيمتان الإنسانيتان اللتان عبر عنهما الشاعر في الأبيات الثلاث الأخيرة؟ وهل تتعارضان؟ ودعوته السابقة إلى السلام أعلل جوابي. القيمتان هما الكرامة والشجاعة. أو دبهايتي كشاعر تركيزي لسر كرديا وباسي كرديا لسي بيتي أخيري. القيمتان هما الكرامة والشجاعة. أو دو قيمتيا أو دبهايتي كباسي كرديا شاعر كرامة وشجاعة. لا أظن هاتين القيمتين تتعارضان ودعوة الشاعر السابقة إلى السلام، بلام أو دو قيمة بيتواني آشتينينا. الذي يدعو إليه لا يعني القبول بالذل بدافع الجبن. شاعر كبانجوازي لبو كرامة شجاعة دكا معناه أوينية كإنسان قبولي سرشوري إنسان قبولي زليلي بكاتن بدافع وبالري ترسوا. فالكرامة هي وحدها القيم الإنسانية التي تتطلب منا الشجاعة للمحافظة عليها. خالي ششام: أراجع سيرة المتنبي ثم أبين مدى ارتباط بعض هذه الحكم بشخصية صاحبها. أقرب شيء أنا ما متنبي لابسيني وكان بدايات باسماكر، ثم أبين مدى ارتباط بعض هذه الحكم بشخصية صاحبها. آية أو حكمانا سبي ونديان با كسايتي متنبية. وهي كان المتنبي يطمح إلى ولاية ولم يستطع تحقيق هذا الأمر. متنبي هل كل بدايته وباسماكر حزل ويبك ببيتا والي يشغل ناوتاكان بلام أو خونينها هاتدي فتألم بسبب ذلك على الرغم من النجاح الذي عرفه في حياته، وهذا ما يجعل البيت الثالث مرتبطا بسيرته. إيش آزاري بويديتك أو خونيها أو خونك زي بزينكرا لو يتمشى كين لبيت السيم رندانوي أو بابتي تدا دبينين، ربما تحسن الصنيع لياليا ولكن تكدر الإحسان. ثم إن موته كان بسبب حفاظه على كرامته وتعبيرا عن شجاعته، وهذا ما يربط الأبيات الثلاث الأخيرة بسيرته أيضا. هل وها مردنيشي هو كاركي تسبوه هو كاركي بس هو كاري أو يبوك كرامته آزاياتي خوي باراستي لو يتمشى كين لبيت السيم سياترك رندكريتو أو شتانا. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، ولو أن الحياة تبقي لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. بين سر نقطيبة تراكيب النص وأساليبه. أولا: ما الضمائر التي استخدمها الشاعر في هذه القصيدة للدلالة على الشمولية؟ أو زناوانيك شاعر بكاري هنايا معناه دبخشيتن معناه قشتي دبخشيتن معناه شمولية دبخشي. يكميان ضمائر الغائب بصيغة الجمع
زيناوي كسي ناديار بلام بشوازي كو هم لكلمة عناهم بكاري هنا. ضمائر المتكلم بصيغة الجمع نا في عنانا. أيضا ضمير الغائب المفرد يلاقي العائد إلى الفتى لو كذا قرأته يعني هو يلاقي أو ضمير لبوي قرأته وغير أن الفتى يلاقي المنايا. وأيضا ضمير المخاطب المفرد تكون فمن العجز أن تكون جبانا وهما لا يعودان إلى شخص محدد بل إلى جميع الناس. أو دو ضميرش ضمير الغائب المفرد وضمير المخاطب المفرد لبو كذا قرأته لبو همو خلشي دقرأته كواتا شاعر ليرو كان نسي بكار هنايا أو زينواني بكار هنايا كدلالة لسر الشمولية دكان سكوت مان حكمة يقل خالكاني بريتي يقل مرزكاني بريتي الشمولية. نقطة دوام ما الدلالة الزمنية للأفعال التي استخدمها الشاعر ليستقرئ التاريخ ويثبت موقف الناس من الزمان. دلالة زمنية أو فعلاني كشاعر بكاري هنا دلالة لسر الزمن جدا دلالة لسر الزمن جدا. النقطة الثانية الدلالة الزمنية للأفعال التي استخدمها الشاعر ليستقرئ التاريخ ويثبت موقف الناس من الزمان. دلالة زمنية أو فعلانية كشاعر بكاري هنايا دلالة للسردن دلالة لسر زمني ماضي ددن لسر زمني حاضر ددن لبو مستقبل يعني استمرارا كتير لو كان شاعر باسي استكاتن باسي مسألة تاريخي دكاتن باسي مسألة تاريخي دكاتن ويثبت موقف الناس من الزمان إثباتي موقف خلشي دكاتن لا زمان. استخدم في البيتين الأول والثاني الأفعال الماضية للدلالة على الزمن الماضي. النقطة الثانية ما دلالة الزمنية للأفعال التي استخدمها الشاعر ليستقرئ التاريخ ويثبت موقف الناس من الزمان. أو فعلاني كشاعر بكاري هنا دلالة الزمن جدا استخدم في البيتين الأول والثاني الأفعال الماضية للدلالة على الزمن الماضي. لبيتي كم دوام أو فعل ماضي يعني بكاري هنا دلالة لسر زمني ماضي ذكر. وما دلالة الزمنية للأفعال الماضية والمضارعة المستخدمة في الأبيات السبع الأخيرة في هذا النص وما علاقة هذه الدلالة بنوع النص الحكمي. أما الدلالة الزمنية للأفعال المستخدمة في الأبيات السبع الأخيرة فهي الاستمرارية أو فعلاني كدلالة زمنية أو فعلاني كلحق بيتي أخير كشاعر بكاري هنايا دلالة لسر استمرارية دكان بردوامي دكان واتا زمن ماضي وحاضر ومستقبل يعني رابردو وإستاب دهاتو. وهي الدلالة الزمنية المناسبة للحكم التي تتصف بالشمولية والثبات والتفلت من محدودية الزمان والمكان. دلالة زمني مناسبة لبو حكمة كصفة تدايا شمولية تدايا يعني شاملها مشتشلة قريتو وروها ثبات التفلت من محدودية الزمان والمكان. ثالثا يتميز أسلوب هذا النص بالإيجاز في التعبير أبين ذلك. أسلوبي أو نصيتيا إيجاز بكاري هنا إيجاز يعني الإيجاز هو التعبير عن الكثير من المعاني بالقليل من الألفاظ. إيجاز أويا كشاعر هستايا معناه شي زوري درب الريا بلان با تنمشي شكم كما في البيت الخامس مثلا هل وكو لبيت بينزم كديبينين حيث يعبر الشاعر عن استغلال الإنسان لخيرات الطبيعة من خشب وحديد لمحاربة أخيه الإنسان. هل وكو شاعر بشوازة شي بخد باسي كده تنمشي شكم بكارينا والله معناه شي زوري تدا أو بيت الشعريات كمعناه أوي دقيقتين كإنسان خيروبيري سروش استغلال خيروبيري سروش لكاتون لبوتي بكاردينيتن لبو أوي دجاياتي براكي خوي بيدكا. وفي البيت السادس حيث يرى الشاعر أن الهدف من القتال لا يستحق القتال. هل هذا بيت ششم الشاعر بينيتن كهدف وآمانت لشركردن يعني ما بس تيدا شركردنيا بلكم ما بس تيدا آشتيا وكلها معاني كثيرة بألفاظ قليلة. أقرت مشابك إن هم يعني معناها شيء زورا بلام شاعر بتسن وشيء كم دري بريها. نقطة جيم نمط النص وبناؤه. أولا ما المؤشرات الدالة على النمط البرهاني المهيمن على هذا النص الحكمي. أما نمطك مان هي نمطي إعاسي مان هي نمطي برهاني مان هي نمطي وصفي نمطي تفسيري مان هي ليرو كان كباسي دكين المؤشرات الدالة على النمط البرهاني المهيمن على هذا النص أو كصالة مثلا أو نصي بريتيلا النمط البرهاني يعني الشوازي برهاني
مؤشرات كان سنة آماجة كان سنة بويك أو نصيك باس ما كرد أو شعرك متنبي باس ما كرد مؤشرات كان بريتية كم أدوات الشرط أمراز كان مرزي تدايا إن لو إذا دوم أدوات تعارض لكن غير أن التأكيد كلهم الشك والتقليل ربما. خامسا بينزم طرح القضية في مستهل النص علاقة الإنسان السيئة بالزمان وبأخي الإنسان وطرح كردنه بيشانداني بابتك لبدايات نصك يعني بداية قصدك طرح كرديا. ثم تقديم البراهين التي تؤكد معاناة الإنسان من ظلم الدهر ومن أخيه الإنسان هروها بيشكش كردني تنبلغيك لسرعوي لبو تأكيد كردنوي معاناتنا خوش كان إنسان بدستي زمن وهروها بدستي إنسان كان يتر. النقطة الثانية ما الدليل الذي قدمه الشاعر ليثبت أن الإنسان يعين الزمان على أخيه الإنسان؟ الدليل هو ما ورد في البيت الخامس من الإقبال على التسلح إقبالا غير مرتبط بزمان معين كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ما الدليل الذي قدمه الشاعر ليثبت أن الإنسان يعين الزمان على أخيه الإنسان؟ شاعر بلغيتي لوي كدريت إنسان كان يارمتي زمان ددن لسر كان يخوان يعني ناخوشيان بسر زياتر دينن أويك لبيتي بينزم باسي كرديا من الإقبال على التسلح إقبالا غير مرتبط بزمان معين كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. يعني كتم شادكين للسروش أو دارا درويتن بلام لو بكان بخوان دي كانت سكو ديجي كتري بكاري دينن. وما الحجة التي قدمها ليثبت أهمية الشجاعة؟ الحجة التي قدمها ليثبت أهمية الشجاعة هي حتمية الموت. أويك أو بلغيك شاعر بيشكشي من كرديا كهروها إثباتي أو إذا كاتن كأزاياتي تنجريجي هي أو هيك باسي استكاتن باسي حتمية الموت دك يعني من بردن بيشتشي تشتكوا هردا بيت زي بزيبيتن. نقطة ثالثة أقسم النص قسمين ثم أعلل هذا التقسيم وأضع عنوانا مناسبا لكل قسم. أو نصا أو دقة أدبية دابش دكين لبو سردوبش هر يكشين عنوانا شيء لبودادنين وهروها هوكاري أو تقسيمش باز دكين. القسم الأول حتى نهاية البيت السابع يعني بش يكم لتواني برين لبيتي يكم حتى وكوتاي بيتي حفتم عنوانا كيتيا نامشانا كيتيا عدم إعانة الدهر على ظلم الإنسان. عدم إعانة الدهر على ظلم الإنسان. بشيكم حتى نهاية البيت السابع بشيكم حتى وكوكو تاي بيت حفتم نامشانا كيتيا عدم إعانة الدهر على ظلم الإنسان يعني يارمتي نداني زمن لسر استمي مروبكان على ظلم الإنسان. والقسم الثاني الأبيات الثلاث الأخيرة عنوانه الشجاعة ضرورية للدفاع عن الكرامة. آزاياتي ضرورة لبو دفاع كردين لسر كرامتي مروبكان. خالصيا أقسم النص قسمين يعني أو نصي دابش لكين لبو سردو بشي ثم أعلل هذا التقسيم وأضع عنوانا مناسبا لكل قسم. أو نصي دابش لكين سردو بشي لباشان هوكاري أو تقسيم دابش كردي باس لكين وهو عنوان شان لبو دادنين بشي كم حتى نهاية البيت السابع عند يعني بدايته وتاوكو بيت حفتم عنوان كيتيا عدم إعانة الدهر على ظلم الإنسان. بشي دوام سيبيتي أخيري عنوان كيتيا نامشانكي الشجاعة ضرورية للدفاع عن الكرامة. وتعليل هذا التقسيم هو كاريتي مثلا هو يتيك أما أو تقسيمات أنا ما كرديا ناحية شكلي أداة التعارض غير أن أو بكار هاتي شاعر أو شيء بكار هنايا أداة تعارض بكار هنايا. وناحية دلالي إباحة القتال في حالة واحدة فقط وهي الدفاع عن الكرامة يعني الرجاء بيدرا وإنسان بزنجة أويش لبناوي كرامة خاكو ولاتي خوي. دال تقويم النص أكتب فقرة أو أكثر أبين فيها قيمة هذا النص الإنسانية ومدى ارتباط هذا النص بالبيئة العباسية الفكرية سبب إعجابي أو عدم إعجابي بهذا النص. تقويم النص شون أو نصي هذا سنجيني قيمة هذا النص الإنسانية باسي سدكات باسي تبهايا شمرو باياتي دكا أو نصا الدعوة إلى السلام باسي بانغوازي لبوتسي بانغوازي لبو آشتي
مدى ارتباط هذا النص بالبيئة العباسية الفكرية. أو نصا سنت بيوستا بشينجي عباسي فكري كليلا ما كان مع دياري كرديا. ترتبط هذه القصيدة بالبيئة العباسية الفكرية بعمق حكمها. أو شعرها يعني أو نص شعرية بيوستا بشينجي عباسي كشينجي فكري بوا كفرب ولا حكمة ولا دانعي. أيضا نقطة سيام سبب مدى ارتباط هذا النص بالبيئة العباسية الفكرية وسبب إعجابي أو عدم إعجابي بهذا النص. أما سرسام بو نصي بلي وقد أعجبت بها كثيرا لدعوتها المبكرة إلى السلام ولعمق حكمها. لبروي بانغوازي لبو استكاتن بانغوازي لبو آشتي دكاتن. أو كباس ما كنت بريتي ولا قصيدة صاحب الناس شاعر متنبي لعصر عباسي سيم جيع. ئێستا دێنە سەر شیکردنەوەی هەندێک پرسیاری وزاری کە لە ساڵانی ڕابردوو هاتیتەوە. قصيدة صاحب الناس الشاعر المتنبي. أولا قول مأثور موجز يخرج معناه من المحدودية إلى اللامحدودية تعريف للحكمة. نظم المتنبي قصيدة صاحب الناس وهو في مصر. من مؤشرات النمط البرهاني استخدام أسلوب التقليل أو يقلى آماجكان ومؤشراتكان نمطي برهانية. أيضا من المؤشرات النمط البرهاني استخدام أدوات الشرط. أدوات الشرط تدام كاردي أدوات مرز آمازكان مرز. إذا من المؤشرات النمط البرهاني. الأداة إذن الواردة في البيت السابع من مؤشرات النمط البرهاني أيضا. خالي حفتام إحدى هذه الأدوات تدل على الشك والتقليل ربما أو أنا شبت معنا أداتش لا نمط برهاني بكارديتن. ثامنا سبب إعجابي بقصيدة المتنبي الدعوة إلى السلام. بسرسا من أو شعري متنبي لبروي بانغواسي لكاتن نبوس لبو آشتي. من أعظم القيم الإنسانية التي دعا إليه المتنبي في قصيدته هي الدعوة إلى السلام. معنى كلمة العابس يعني الكالح. عابس يعني روغرش. أويش هندراويكا بعنواني أقول وقد ناحت بقربي حمامة هي شاعري عصري عباسي أبو الفراس الحمداني. أقول وقد ناحت بقرب حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي. أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن نائي المسافة عالي. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي ترى روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي. الشاعر أبو فراس الحمداني. أو شعر باسي استكاتن واتمنى شاعر يكالا شاعر كاني عصري عباسي. أقول وقد ناحت بقرب حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي. شاعر باسي أوي دكاتن باسي حالتي خوي دكاتن بند كرايا ولنا وبندكي لنا وسزنكي دا دي محادثي لغير كوترشي دكاتن ككوتريك نزيك بويتوا لريلا نزيك مو كوتريك دخوينات ومنش دلهم أي دراوسي حسب حالي من دكي هروها لبيتي دوميش باسي وي دكاتن معاذ الهوى بنادى قرب خوشويستيتو دردي دوريد نسشتوا وغم بشارت بخيال لنهاتوا آيا دبيت كوتركوي هەڵگرینی گەرانی بێت لەگەڵ ئەوەی لەسەردەقی دارێکی بەرزە لە نزیکمەوە ئەی دراوسێم زەمانەدا فەربەر نەبوو لە نێوانمان وەرە باغەمەکانماندا بەش بکەین لەگەڵ تا وەرە ببینە ڕۆحی من چەندە لاواز دەردەچێت دەگەڕێتەوە بۆ ناو لاشە و ئازاری دەدات. ئایا دەبێت بەندکراو پێ بکەنێت و ئازاریش بگرێت غەمبار بێدەنگ بێت و بەسەر کەسێکی ونبوو هەڵدەگوترێت. من شاین ترم بەگریان لە تۆ بۆ حاڵم بەڵام فرمێسکی من لە ڕووداوەکان بەرزترن. ئەو مانای شعرەکەی بوو بە کوردی. با بێنە سەر ژیانی ئەبولفراس الحەمەدانی. ئەبولفراس الحەمەدانی لە ساڵی 1932
ميلادي لدايق وصار 1968 ميلادي وفاة كردية. هو أبو الفراس الحارث الحمداني التغلبي الوائلي، شاعر عباسي ينتمي إلى أسرة الحمدانيين. أبو فراسي حمداني شاعرش عباسي بوا، لا خيزاني حمداني كان بوا، ترعرع في كنف ابن عمه سيف الدولة بحلب، لا جير تاوديري كرما مكي جورا بوا كسيف الدولة حمداني بوا، فشب فارسا وشاعرا. بوا كسيشي سوارتاكو بوا كسيشي شاعريشي جورا. والله سيف الدولة مقاطعة منبج فأحسن حكمها والذود عنها، ووقع أسيرا بيد الروم سنة 959 ميلادي. سيف الدولة حمداني كردي والي لسر مقاطعي لسر ناوتسي منبج تواني حكم شباش بكات لويندر وهروا دفاع لويبكو بلام لا يشك لزنجر كان بديل كتدستر مكان لصالي نوصته بنزاون ميلادي. لم يجمع أبو الفراس شعره وقصائده. أبو الفراس الحمداني شعر كاني كون كردي توا، إلا أن ابن خالويه وقد عاصره جمع قصائده فيما بعد. ابن خالويه كالقروي دشيا شعر كاني كوكر دولة دواوي. ثم اهتم الثعالبي بجمع الروميات، وهي القصائد التي نظمها في الأسر ووضعها في يتيمته. لدواويش ثعالبي هستا شعر كاني كوكر دوا لا يتيمي داناك أو كاتيك وثمان شعركاني كدقو شعركاني بخوي كنا كربو شاعر. وقد طبع ديوانه في بيروت سنة 1944 ميلادي، صار 1933 ميلادي ديوان كتاب كرا لبيروت. ترجم بعض من شعر أبي فراس إلى اللغة الألمانية على يد المستشرق ابن الورد. عندك لا شعركاني أبي فراس الحمداني لبو زماني ألماني ورجع بلا لسدستي مستشرقي بناوبانج ابن الورد. جمع قصائده ابن خالوي، جمع الروميات تشيكوي كرتو الثعالبي، ترجم بعض من شعر أبي الفراس إلى اللغة الألمانية المستشرق ابن الورد. معاني الكلمات بابي نسأل معنى كلمة كان. لمح الشاعر من نافذة سجنه في بلاد الروم حمامة كانت تنوح فنظم هذه القصيدة. وثمان كاتك ديل كلا لا الروم كانوا كترت آتسر دلاقي سزنكي شاعر عماشة لبو كتركي دكاتن ومحادثة لقى دكاتن أو شعري دريتن. ناحت حمامة رددت صوتها، يعني دنقا كان دهات بيتو، وناح الإنسان بمعنى قريان ديت الناحة يعني بكى. معاذ الهوى أعوذ بالهوى أي ألجأ إليه وأعتصم به، يعني بنادى قرنبا خوش بيستي. طارقة مصيبة يعني ناخوشي كارثات. النوى البعد يعني دوري. القوادم جمع القادمة، وهي إحدى الريشات التي في مقدم الجناح، يعني أو تكاليك بالي كتر كيدين. النائي البعيد يعني دور. أنصف كان منصفا عادلا يعني دادور. تردد أصلها تتردد، وقد حذف حرف المضارعة للضرورة الشعرية. يعني رابعا مأسور سجين طليق حرة. مأسور بمعنى ستيتن بمعنى سجين دي يعني بنكراو. أيضا طليق بمعنى حرة ديتن. طليق يعني آزاد. يندب يعدد محاسن الميت يعني لاوانوي مردو. السالي الناس الذي طاب نفسه بعد فراق الحبيب. سالي بو كسيدة قلتريكا دواي لدزداني خوشة بيستكي بيته سرخو. أو لا أحق وأجدر يعني. ترى شاهد مقلع عين ذقت طعمت. أو معنى كلمة كامو بشوش بشتي. فابن أسرشي كرنوي أو نص الشعري. أولا أستخرج من النص الحقل المعجم التصنيفي للعذاب، ثم أعلل انتشاره فيه. لأنه أو نصي حقلي معجمي عذاب، يعني أو شانك بيونديان بإيش وآزار وهي. آية هو كاركشتي أو شانة دوبارة قويتوا، يعني تيدا هاتي لنا أو شعري. هل تشعرين بحالي النوى الهموم محزون ما أنصف الدهر بيننا ضعيفة يعذب بال مأسور تبكي الدمع دمعي. أو شانه ميان بيوديان بتسويها بيوديان بإيش وآزار وهي. تعليل انتشاره أن القصيدة تدور حول معاناة الشاعر من السجن في بلاد الروم. وكاراكيتسيا برأوي أو شعر
درباري بابتش لسورته أو بابتش حول معاناة الشاعر من السجن، يعني شاعر أو إيش آزاري دي تلناو بدي خانة رومكان لويا أو شاني بكارينياك هم التعبير النسائي إيش آزار. النقطة الثانية: ما السؤال الذي طرحه الشاعر على الحمامة في البيت الأول وما سبب طرحه إياه؟ ما السؤال الذي طرحه الشاعر على الحمامة في البيت الأول وما سبب طرحه إياه؟ أو برسيالتك شاعر لا كوتركيدك لبيتي يكام والسبب أو برسيالتك وكاركيتك كشاعر برسيالتك. السؤال هو برسيالك أويا: هل تشعرين بحالي؟ قصرك الكوتركيدك الرئاءة هسب حالتي من دكي، هسب ناخوشي من دكي، هسب آزاري من دكي. وسبب طرحه أن الشاعر أراد أن يسأل الحمامة عن سبب نواحيها. هو كان كيتسيا لبلو الشاعر ديويتن أن يسأل الحمامة عن سبب نواحيها. ديويت برسيال لكوتركيب كاتن درباري أو دنجيك ليويديتن يعني أو كريانيك ليويديت. فهل هي تشعر بحالته الحزينة فتنوحه لتشاركه الألم؟ هسب إيشو أعزاره ومناخوش كده كاتن. النقطة الثالثة: بما علل الشاعر في البيتين الثاني والثالث استغرابه نواحي الحمامة، أبين كيف عكس هذا التعليل حالة الشاعر النفسية. بما علل الشاعر في البيتين الثاني والثالث، يعني شاعر أو يتولك دايته ولا بيتي دو مسيم كوبريتوشي سرسمان هاتي با خيندني أو كوتريكا لدلاخي وتماسسنا كده يخين. أبين كيف عكس هذا التعليل حالة الشاعر النفسية، يعني رقدانوي أو لقدانوي شاعري له أو تصوم ولا روي نفسيها. علله بأنها لم تعرف البعد عن الأهل والأصدقاء ولم تخطر الهموم ببالها وبأنها حرة طليقة. وقد عكس الشاعر حالته النفسية على الحمامة فهو الذي يعاني من البعد والأسر. يعني دوش بو بيتانية كتير بوا كوترك النازل لم تعرف البعد عن الأهل والأصدقاء لبروي دورنية لا كسكاركاني وبرادركاني وهروها كوترك آزاد لصورته. بلام شاعر ببيتواني أو لأنه بند كرايا حالتي نفسي بوشيوية حسب بويدك بناخوشي لك لبروي كسكار ولا أهل ولا برادركاني دولا لبروي بند كرايا ولا أو سسني كلي ولا لا هو مكانه. أعلق: قول الشاعر للحمامة: ما أنصف الدهر بيننا. يعني ده الزمان دادور نبو لنيوان ما وكاركيتي يا بابين شيب كينوان. تعليل ذلك أن الدهر جعلها حرة طليقة وهو سجين أسير. لبر أوي زمان وايلوي كرديك كوترك آزادا والله مدش قريتن كتي أو لناو أو تيلي هاتي أو سزن كرايا وبند كرايا وأسير كرايا. نقطة: دعوته إياها للمجيء إليه. دعا الشاعر الحمامة للمجيء إليه حتى يقاسمها الهموم. شاعره لبر سيدري تكوتركي ولا دائما لبر أوي درب ولا بابيكوا خمكان دابشوكي. النقطة الخامسة: أستخرج المقابلتين من البيت السادس ثم أبين دلالة الاستفهام في هذا البيت وارتباط هاتين المقابلتين بالأبيات السابقة. وطبعا لبيتي بينزام لبيتي الششام تي تدايا غرضش بلاغي تدايا كبيرة وتريد مقابلة. أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. لو كان تي تدايا مقابلة تدايا مقابلة تمشاي لبين نواتي على مقابلتان هما يضحك وتبكي مأسور طليقة أو شأن بيتاني يكترينا لو وتريد مقابلة. وأيضا يسكت محزون ويندب سال. يسكت يندب محزون سال لو كان أو مقابلة كيا. دلالة الاستفهام في هذا البيت الشاعر لبرس برسياري كده بشواسي برسيار أو بيت البوتيا. أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. الاستفهام يدل هنا على الاستغراب والتعجب والمفارقة. استفهام لو كان دلالة لسرستك معناه استغراب تعجب مفارقة معناه سرسومان دقيقين. نقطة باء: ارتباط هاتين المقابلتين بالأبيات السابقة. آية أو مقابلة أو غرض بلاغيك هاتي تبين ديان بيتكاني بيشوتر هي ترتبط هاتان المقابلتان بالأبيات السابقة ارتباطا وثيقا. يعني بيونديش بهيس يعني فهما تعبران كما في السابق عن تعجب الشاعر لبكاء الطليق الحر وضحك الأسير السجين. بيونديان بوي هي برو الشاعر توشي سرسرمان هاتي بوي كوترك آزاد دودا قريتن بلام
شاعر بخوي لناوسسنا وبذكرها بيدكنيتن فكيف تنوح حمامة حرة تحط على غصن عال كوترك آزاد بتنو لسر لقيدا كان بصورة وتون دقرية وكيف تنوح وهي التي لا تعرف الهموم تون دقرية تون هاوار دكاتن كتينا زاني خمو بجارتيا أوين يلو كان شاعر لو يتمشادكين بشوازي سر سلمان وبرسيار دكاتن ما دلالة قول الشاعر ولكن دمعي في الحوادث غالي معناه تيا أو وشان لنا أو بيت الشعرية ولكن دمعي في الحوادث غالي يدل على عنفوان الشاعر وتصبره وقوته في أثناء الحوادث فهو أحق من الحمامة بالبكاء ولكنه لا يسكب الدمع لأنه دليل ضعف واستسلام وذل لو كان شاعر دريت ولكن دمعي في الحوادث غالي شاعر لو كان آزارتي وتام نترسي وآرامي خوي بديار داخيتن دري لكاتنا خوشك بسلم داديتن في المسكلة وكان ناد أخواري فهو أحق من الحمامة بالبكاء ولكنه لا يسكب الدمع يعني بخوي شاعر يعني حقي وبكاء أو بقرية النزيات كوترك لبروي كوترك آساد والله شاعر لا يسكب الدمع لأنه لبروي في المسك رشتنتيا لأن الدمع دليل ضعف واستسلام وذل لبروي في المسك رشتن بلغيه لسر داوازي وخوب دستودانو زبوني نقطة حفتام أستخرج الجمل الإنشائية من هذا النص ثم أما هيتمان أسلوبي إنشائي وأسلوبي خبري معناها أقل تمشابكين تن جملة إنشائية تدالنا أو نصي تن نصي داناني تدالنا أو نصي أبين نوع كل منها نوع كارون دكينو الجملة الإنشائية تنزور شي تدايا استفهامي تدايا أيا جارتا هل تشعرين بحالي أتحمل أيضحكوا أو أنا بشوازي برسيار كردنا التعجب معاذ الهوى النداء شوازي بان كردن أيا جارتا هل تشعرين بحالي الأمر تعالي أو بوشوازي هاتي كوات اليوم كان شاعرتي بكاهنايا جملة إنشائي بكاهنايا كاغوتمان شوازة كان استفهام التعجب النداء الأمر نقطة باء أعلل كثرتها هو كارثي شاعر جملة إنشائي زور بكاهنايا سبب كثرة هذه الجمل هو كاركي شدة انفعال الشاعر نقول الشاعر لحالة شارتون دايا وحاجته إلى من يشاطره الهموم ويخفف من وطأة عزلته في السجن نقول الشاعر لحالة شارتون دايا نقول دەیەوێت کەسێک هەبیت خەمەکەی خۆی لەگەر بەش بکاتن لەبەرەوەی لە ناو سزندایە و لەبەرەوەی لە خەڵکی دابڕایە دەیەوێت ئەو خەم و ناخۆشیەی لەسەری کەم بیتەوە. خاڵی هەشتم أبين ما في هذه القصيدة من قيم تاريخية وإنسانية وفنية. أو قصيدة يجوك قصيدة كان دي وكل شعر كان دي كان قيم بهاي اشتداء بهاي مجيء تداء بهاي إنساني وبهاي فني تداء قيم يعني تاريخي وإنساني وفني تداء. القيم التاريخية الصراع بين العرب والبيزنطيين في العصر العباسي ووقوع أبي الفراس الحمداني وهو ابن عم أمير حلب سيف الدولة أسيرا لدى البيزنطيين. قيم تاريخية كتيا تمشى كين من بلانيو شيشك هو النيوان عربو بيزنطي كان لسدم عباسي كان ولولا تمشى كين أبي فراسي حمداني كرمامي أمير حلب كتا دس بيزنطي كان بديل. القيم الإنسانية بصراحة بها بروايات كثير كتير من الصيد الحرية وما يتركه فقدانها من عذاب والعنفوان والصبر على الشدائد. قيمة إنسانية كثير بريتي لآسادون لآسادي وما يتركه فقدانها من عذاب والعنفوان والصبر على الشدائد يعني وهذا كان الإنسان كحصيل آساد بون بيتن قيمة شيء إنسانية ك ولذا كان دبي صبر لسنا خوش كان بيتنا تاوكو آزاد دبيتن. القيم الفنية جمال القصيدة تنوع العواطف فيها وصدقها وعفويتها وقوتها التعبير عن تجربة ذاتية أليمة صادقة التأثير البالغ القارئ رقة المشاعر على عنفوان الرجولة المحسنات اللفظية من طباق ومقابلة المناسبة اللافتة والمؤثرة. قيم فنية قتل مشابكين يعني شوازة شيتواني هي عاطفة كانت زورا زورن شاعر راسكو بوا وهرواش تكاني عفوي بوا وبهز بوا وشكاني هروها باسي تجربة ذاتي دكا تجربة كسايتي خوي دكاتن كتجربة ناخوش بوا كأزاي تشتيا
هەروەها باسی پیاوەتی و ئازایەتی خۆی دەکاتن هەروەها شاعر چەند مسائلێکی بەلاغی تێدا بەکارهێنایە وەکو طیباق و مقابلە کە سەرنجی خوێنە ڕادەکێشیتن. قوتابیانی خۆشەویست لێرەدا هاتینە کۆتایی شەرحکردنی ئەو بابەتەی بە هیوای ئەوەی کە سوودمەند ببندەی. سوپاس.